كل لما تبرد القوام بتاعها يتماسك. رهيبة 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 رهيبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأطفال هيحبوها والكبار هيحبوها، وبتتاكل باردة أو تتاكل سخنة مفيهاش أي مشكلة. ما شاء الله. واو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناتنا نهوم. لو محتارة ومش عارفة تعملي أكل ايه، افتحي تلاجتك وشوفي فيها ايه. أكلتنا النهاردة إن شاء الله تكون على قد الإيد بإذن الله من بواقي التلاجة عندك، وإن شاء الله كل مكوناتها إن شاء الله موجودة. هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا البطاطس البوريه، وهنحط لها من فوق الوش كده فراخ زي الشاورما كده. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي نقول مع بعض المكونات. عندنا بطاطس مهروسة مسلوقة بقشرها ومتقشرة ومهروسة بالهراسة، وحوالي 3 بطاطسات حلوين كده، ويعني حجمهم كبير، مش يعني مش صغيرين. وعندنا علبة زبادي، وعندنا بيكنج باودر هنحط معلقة صغيرة، وعندنا نص كوباية دقيق او 3 معالق كبار دقيق، وعندنا 3 بيضات، وعندنا حوالي معلقتين زيت، وعندنا معلقة خل، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون وشوية سكر. دي العجينة اللي هتتعمل الاول. الحشوة بقى هنقولها بعد ما نخلص العجينة. احنا دلوقتي هنبتدي نحط المكونات مع بعض. اول حاجة هنحطها ايه؟ البيض. عندنا 3 بيضات. تمام. وهنحط عليهم معلقة الخل. تمام. وهنحط الملح والفلفل والكمون وشوية السكر. وهنضيف معلقتين الزيت كبار. وهنضيف معلقة الزبادي. تمام، او كوباية الزبادي. وهنضيف نص كوباية الدقيق او 3 معالق كبار دقيق. واحدة واحدة مع بعض كده، ومفيش ابسط من كده ان شاء الله. هنضيف بقى معلقة البيكنج باودر الصغيرة. معلقة بيكنج باودر صغيرة. تمام. كل ده لسه ما اضفناش ايه؟ البطاطس. هنضيف البطاطس واحدة واحدة مع بعض.
نقلب. البطاطس مهروسة طبعا، نبتدي نقلب. هنضيف برضو بقية الكمية اللي هما 3 بطاطسات كبار شوية، 3 بطاطسات و3 بيضات، 3 بيض و3 بطاطس، او حوالي نص كيلو بطاطس. تمام. هو مهروس لازم نعمل كده، لازم الحركة دي عشان يمشي معانا. تمام. خلاص كده تمام. هنخلي العجينة على الجنب ونبتدي نقول مع بعض مكونات الفراخ اللي هي هتتحط فوق الوش. بالنسبة للإضافات اللي هنضيفها فوق الوش على البيتزا، بيتزا البطاطس البوريه، عندنا فراخ، صدور فراخ متقطعة صغير حوالي ربع كيلو أو أقل شوية يعني، الباقي عندك في التلاجة زي ما احنا متفقين. وعندنا فلفل رومي وحامي مع بعض، وعندنا طماطمتين كده متقطعين صغير، وعندنا بصل شرايح احمر على ابيض، وعندنا توم مفروم، وعندنا معلقة صلصة، وعندنا موتزاريلا ميكس جبن، وعندنا التوابل بتاعت الفراخ. عندنا ملح وفلفل اسود وحبهان على ورق لورا مطحونين، ومعلقة بابريكا صغيرة، ومعلقة كركم صغيرة، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة زعتر عرايشي. تمام كده. هنروح على البوتاجاز ونسوي الفراخ. دلوقتي انا حطيت المادة الدهنية الزيت وسايب الطاسة تسخن شوية. هنضيف اول حاجة البانيه بعد ما الطاسة تسخن، او الفراخ المتقطعة. وهنشوحها، هنفضل نشوحها كده لغاية ما يعني تقرب تستوي شوية. خلاص كده الفراخ خدت السوا المطلوب، ونضيف بقى عليها التوابل، وهنضيف بقى الخضار حبة حبة. ليه؟ لأن الخضار لازم يبقى فريش. هو مش مفروض يتضاف على الفراخ في المرحلة دي، بس لا يعني انا بحب كده بيبقى احلى يعني. نحط البصل، ونحط الفلفل والطماطم، وهنديهم برضو تشويحة كده، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. وهنضيف الثوم. تمام. وكلهم بقى يتشوحوا مع بعض كده تشويحة بسيطة خالص، وبعدين بقى نبتدي نعمل البيتزا بتاعتنا. تمام. دهنت الصينية عشان نبتدي نعمل البيتزا بتاعتنا، دهنتها بالسمنة. تمام كده. وهنبتدي ننزل العجينة اللي عملناها في الصينية، نفردها في الصينية. هي تقريبا بتكفي صينية مقاس، لو عايزاها سميكة شوية ممكن صينية مقاس 28، دي حوالي 30. تمام.
نبتدي نفردها كده. ادينا فردنا العجينة بقى، هنتعامل معاها زي البيتزا بقى بالظبط. هنضيف اول حاجة معلقة كاتشب او صلصة او صلصة البيتزا زي ما تحبي. زودتها شوية عشان ايه، يعني ايه، تاخد الوش كله. تمام كده. تمام. هنضيف من اول حاجة الايه، جبن، ميكس جبن موتزاريلا شوية بس كده عشان نحط عليها الحشو، عشان ايه، هي اللي تمسك الحشو. وهنبتدي نضيف الحشوة بتاعتنا، ونوزعها كده. عايزة تضيفي اي حاجة تانية ضيفي، عايزة تضيفي زيتون ضيفي، اللي انت عايزاه عندك ضيفي. اللي عندك في البيت بيحبوه، حاجة مثلا معينة، مشروم مثلا ضيفي. الاضافات دي بتاعتك انتي. نوزعها كويس كده. واخر حاجة بقى، خلاص احنا حطينا الحشوة كلها اهو، اخر حاجة هنضيف الموتزاريلا اللي فوق الوش. تمام. وطبعا احنا فاتحين الفرن، لازم الفرن يبقى سخن. وبرضو هنحطها ايه في الوسط، ونفتح الفرن من تحت. ان شاء الله تطلع احلى بيتزا، وتعملوها وتطلع معاكم احلى واحلى. دلوقتي هنحطها في الفرن. ودلوقتي صينية البيتزا طلعتها من الفرن. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هسيبها تبرد شوية ونقطعها مع بعض وندوقها. تمام. هبتدي دلوقتي نقطعها مع بعض كده. تمام. الريحة لوحدها حكاية، لسه بقى فاضل الطعم. وجبة متكاملة مغذية، من بواقي التلاجة اللي عندك، فيها قيمة غذائية عالية ومشبعة، أهم حاجة دي، وسريعة يعني، وتغيير عشان ايه،
اما تكوني محتارة ولا اي حاجة. هنبتدي ندوقها مع بعض. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. نشوف بقى الطعم مع بعض. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الطعم تحفة تحفة وخطيرة ورهيبة، يا ريت تجربوه. بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان شاء الله تجربوها وتطلع جميلة كده. وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بتعمليها زي البيتزا، بتاكلي معاها بتحطي عليها كاتشب ومايونيز او تومية، لو عندك تومية برضو بتنفع تبقى حلوة، وبرضو مخللات ليمون زيتون، اي مخلل عندك لفت اي حاجة، وبألف هنا وشفا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.